صباح الفل. طبعا هنا لازم تصحى بدري عشان تاخد جودة الهواء الحلو والشمس الجميلة، وتفطر في البدري كده وتخرج تتمشى وتشوف الأماكن الطبيعية الجميلة في مدينة جوداوري. النهاردة هنطلع على مدينة كازباجي وهتشوفوا مناظر طبيعية جميلة جدا. أجمل حاجة إن أنت تفطر على المنظر الجميل ده. شايفين كده منظر الجبال والطبيعة اللي ورايا؟ كأنك واقف كده في لوحة فنية. الله على الجمال فعلا، جبال الكوكاز يا جماعة، ولسه هنشوف مناظر أجمل من كده. يلا بينا. زي ما احنا شايفين كده جبال الكوكاز كلها حوالينا، وده اشهر مكان السياح كلها بتجيله. دي بانورامة الصداقة، وهنطلع دلوقتي ونصور المنظر من فوق لان المنظر من فوق جامد جدا. وفي بقى ناس بتبيع عسل هنا، لحمة مشوية، الكلام ده كله، كوفي، وفي قعدات جميلة هنا جدا. شايفين ارتفاع الجبال قد ايه؟ وطبعا عشان في سياح كتير عرب في جورجيا فهتلاقوا مطاعم مكتوب عليها حلال هنا، بيجيب لكم خرفان وبيذبحها قدامكم وبيشويها والكلام ده كله. اللي هيبان قدامكم ده حقيقة على فكرة. هنا الطبيعة في جورجيا حاجة جميلة جدا، واحنا في واحدة من اجمل المدن الطبيعية والجبلية في جورجيا. احنا دلوقتي في منطقة جوداوري لسه، وشوية وطالعين منطقة كازباجي. في مناظر حلوة جدا، وزي ما احنا شايفين الطريق العمومي ده هو الطريق اللي بيودي لروسيا. تقعد بقى تتصور هنا ووراك الجبال، وزي ما احنا شايفين كده الطبيعة ورايا عاملة ازاي، مناظر طبيعية مفيش بعد كده. اللي ورايا دي اسمها بانورامة الصداقة أو بلكونة الصداقة. اتعملت أيام الاتحاد السوفيتي 1983 عشان تربط جورجيا السوفيتية بروسيا السوفيتية. بس طبعا جورجيا ما بقتش تبع الاتحاد السوفيتي لأن الاتحاد السوفيتي كله اتفكك، وجورجيا مؤهلة دلوقتي لدخولها الاتحاد الأوروبي. والمواطن الجورجي يقدر يدخل منطقة الشنجن اللي هو كل دول الاتحاد الأوروبي من غير فيزا، فده بيأهلهم أكتر اللي هم يدخلوا الاتحاد الأوروبي. ولسه طبعا محتاجة كام سنة عقبال ما يعملوا التجديدات المطلوبة للاتحاد الأوروبي. زي ما احنا شايفين كده منظر الطبيعة، الجبال حوالينا في كل مكان. الجبال دي كلها اسمها جبال الكوكاز. تعالوا جورجيا يا جماعة زوروها، جورجيا جميلة جدا وفيها طبيعة زي ما انتوا شايفين. الله على الجمال، ايه الجمال ده؟ لازم نطلع على المكان ده عشان نوصل للبانوراما اللي فوق. طبعا اللي ما زارش جورجيا قبل كده مش هيصدق ان الجمال ده كله موجود في جورجيا. دي بلكونة الصداقة، وفي كلاب هنا طبعا، بس ما حدش يخاف من الكلاب لان هي أليفة جدا، يعني فريندلي جدا الكلاب اللي هنا. زي ما احنا شايفين دي بلكونة الصداقة. من البانوراما هنا تقدروا تشوفوا الفيو بتاع الجبال ده كله. وفي كافيه كمان تحت اهو، وناس قاعدة بتشرب قهوة زي ما احنا شايفين كده. لايك بقى للفيديو عشان تعيشوا كل التجارب وكل السفريات معايا. في هنا سيارات البيتش باجي والدفع الرباعي عشان تعمل لكم تور في المنطقة هنا وتعملوا مغامرة حوالين الجبال دي كلها. طبعا يا جماعة الأسعار هنا كلها سياحية، أسعار سياحية لأن المكان هنا سياحي، عشان محدش يقول لي أنت قلت لنا تعالوا واتضحك علينا. أديني قلت لكم. في الطريق وإحنا رايحين كازباجي في جبل أهو طول السنة باللون ده، في مية بتنزل من فوق، والجبل طول السنة باللون ده. المية نازلة ساقعة جدا، وطبعا ده مكان سياحي، الباصات بتوقف والعربيات.
وصلنا مدينة كازباجي كده زي ما انتم شايفين. دي المدينة وهنطلع الماونت اللي فوق، هنوصل لأعلى نقطة عشان نشوف جبال الكوكاس كلها من فوق. في كل حاجة هنا في المدينة، كافيهات، مطاعم، تغيير عملة، اللي انتوا عايزينه. عايزين نطلع المكان اللي فوق ده، شايفين الدير اللي فوق ده؟ اوريكم حاجة بس، انا عربيتي مش هتطلع فوق، فاحنا لازم ناخد العربيات اللي هي الدفع الرباعي دي عشان تطلعنا لفوق. اجمل حاجة بقى تشرب القهوة بتاعتك على المنظر الجميل ده كله في درجة حرارة 15 زي ما انتم شايفين الاجواء، وصوت النهر سامعينه من هنا. خدنا العربية دي مع السواق العسل ده، العربية دي دفع رباعي فتقدر تطلع الطريق. انا عربيتي ما ينفعش. حوالي $22 هيودينا ويجيبنا ويستنانا فوق حوالي 40 دقيقة. زي ما احنا شايفين كده فوق الجبال في تلج. اوريكم بقى الاجواء هنا عاملة ازاي. شايفين الطبيعة في كل حتة. طالعين دلوقتي 2170 متر فوق سطح البحر، فانتم متخيلين. زي ما احنا شايفين كده جمال الجبال، وفوق في تلج. احنا حاليا على ارتفاع 2170 متر فوق سطح البحر، والكنيسة اللي ورانا دي اسمها كنيسة الثالوث المقدس، واتبنت في القرن ال14، والمطرة شغالة كده زي ما انتم شايفين، والاجواء مفيش بعد كده. فين المطرة؟ الناس كلها بتجري خلاص. درجة الحرارة دلوقتي 10، بس الاجواء من الاخر. مستمتع جدا بالاجواء وبالطبيعه اللي ورايا، والمدينه هي مدينه كازباجي تحت، واحنا على ارتفاع، ده اعلى ارتفاع هنا في كازباجي ممكن تشوف منه جبال الكوكاس كلها. شفتوا جمال الطبيعة هنا في كازباجي، والأجواء والجبال عاملة ازاي والمرتفعات. الناس اللي عايشة في كازباجي هنا بيحبوا المدينة جدا، وما عندهمش استعداد اللي هم يروحوا يعيشوا في حتة بره. نفس طبيعة سكان سويسرا بالظبط. الناس اللي عايشة كده الأجواء طبيعية، مفيش ستريس، الحياة بسيطة هادية. عندهم هنا في المدينة مثلا الجاز ببلاش، الكهرباء عندهم خصم 50%، الحكومة بتدفع عنهم 50%. طبعا ما بيدفعوش مية، لأن هنا في كل مكان في انهار وفي ميه وكده. اللي يصحى بدري يتغدى بدري، وده غدا النهارده، بيتزا مارجريتا على الفيو الجامد ده. مش عارف اقول لهم ايه الصراحه هنا في الفندق، بس مظبطيني يعني.